السلام عليكم. تنفس الجهاز الفني لفريق الهلال بقيادة الكرواتي زوران ماميتش الصعداء بعد تأكد جاهزية نجم أزرق العاصمة قبل اللقاء المرتقب أمام الجار اللدود النصر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم. ويلتقي النصر مع الهلال الجمعة المقبلة في قمة الجولة 25 من دوري المحترفين السعودي في واحدة من مواجهات الفريقين القليلة التي تعد منعطفا هاما في تحديد هوية البطل على خلفية فارق النقطتين على صدارة الترتيب. وشارك البرازيلي كارلوس إدواردو مهاجم الهلال في تمرينات فريقه ضمن الاستعدادات لمباراة الديربي بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا ليصبح قريبا من العودة إلى تشكيلة الأزرق في الكلاسيكو. وظهر إدواردو في تمارين الهلال اليوم الاثنين بينما تواجد محمد البريك في العيادة الطبية للتعافي من كدمة تعرض لها في مباراة أحد الأخيرة، فيما واصل الثنائي عبد الله عطيف وسلمان الفرج برامجهما التأهيلية والعلاجية. وأعلن إدواردو جاهزيته للمشاركة في مباراة الفريق الماضية أمام أحد، لكن ماميتش فضل عدم المجازفة بإشراك البرازيلي كي يستعيد عافيته بشكل كامل قبل مباراة النصر، خاصة أن الفريق في حاجة إلى جهوده في مباراة الديربي. وكان البرازيلي إدواردو غادر إلى صربيا لعرض إصابته على طبيب مختص في الإصابات العضلية بناء على طلب الطبيب الأوروبي عقب اطلاعه على الأشعة التي أجراها للوقوف على حالته الصحية. وتعرض إدواردو للإصابة في مباراة فريقه أمام الدحيل القطري في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، والتي انتهت هلالية ب3 أهداف مقابل هدف وحيد. وتم إرسال صور الأشعة التي أجراها إدواردو في 14 من مارس آذار الجاري إلى الطبيب الصربي بالتنسيق مع الفرنسي جان مارسيل المستشار الطبي للنادي، وذلك لتحديد مدة الغياب وبرنامج التأهيل الخاص باللاعب قبل العودة إلى الملاعب.